اعتقلوه للعم وحطوا له تهمة تحريض وتهمة فلول كالعادي لأنه علوي. بس السبب الحقيقي هو هذا الفيديو يلي هو أساسا من تصويرهم وعلنا. هذا هو ليك، وهذا الشكل الحلو. الزشير بده فدرالية لعنة الله عليك، بده فدرالية وعم تسب الدولة يا كلب. هيك معلش نحن بنفتخر انه ولاد تيمية. شو عامل لك ولاد تيمية؟ ابن تيمية شو عامل لك؟ شو عامل لك ابن تيمية؟ شو زعجك ابن تيمية؟ ما مشكلة ما مشكلة. ثاني مرة من بيت مين هذا؟ من بيت مين؟ الزشير. نحن عم تقول نحن فلول النظام. خلاص تمام اوكي. ذنبك يا عم انك انتقدت القتل والخطف والسلب والسبي والارهاب والشتائم والتفجيرات والاعتداءات يلي عم تصير وما عم توقف من سنة وشهر لليوم بشكل يومي، ويلي بتختصرين هدول بكلمة ابن تيمية يلي ما ضل حدا إلا وكفره، وما ضل شيء الله حلله إلا وهو حرمه. بعد ما تهجموا على المظاهرة السلمية بالصواطير والسكاكين والدهس بالسيارات، ومن بعدها رجعوا على العالم بالروسيات بمساعدة وحماية من الأمن العام الإرهابي الداعشي، طلع العم وقال لهم هي تعاليم ابن تيمية يا ريت انكم توقفوها، لينرد عليه بالتهديدات والتشبيح مثل ما شفتوا بالفيديو. ومن بعدها تم اعتقاله. صاروا يقولوا له لزوجته انتو فلول، لحتى ترد عليهم وتقول لهم ما حدا غيركم يلي فلول. وكلنا وكل العالم شاف وتأكد انه كل اللي كانوا شبيحة لبشار الأسد اليوم صاروا شبيحة لأبو محمد الجولاني زعيم تنظيم 11، ومعظمهم بنسبة 90% من السنة. هدول بالنسبة إلهم يلي بيطلع مظاهرة سلمية بيكون محرض، على عكسهم هن لما كانت مظاهراتهم مسلحة ويغدروا بالأمن والشرطة ببداية الفورة. ليش؟ بكل بساطة لأنه هيك هي بالنسبة إلهم السلمية. العلوي إذا حكى الحق ووقف بوجه الظلم أو فكر يدافع عن حاله بيصير فلول. مين ما كان يكون بكفي انه علوي فخلص هو فلول. والدرزي لما يعمل هيك بيكون خاين وعميل، والكردي بيكون انفصالي. فيحذركن شو المطلوب من الناس لحتى يوقفوا هي الدعشنة. بكل بساطة لما يجيك حدا بده يقتلك او يخطفك، يسرق بيتك مثلا، او حتى يغتصب نسوانك، لازم تقول له اهلا وسهلا تفضل، ليش تأخرت يا زلمة، صار لنا زمان ناطرينك. هدول هن ارهابيين الفكر قبل الفعل، يلي كان يحاربهم الجيش السوري يلي انتو كلياتكم غدرتوا فيه. هدول يلي بيعظموا بأي فعل إرهابي مهما كان. كلياتنا شفنا يلي دعس العالم بالمظاهرات بالسيارة عملوه بطل قومي، ويلي قص الشوارب واغتصب النساء وقتل الشيوخ والأطفال وأهان الأديان التانية ورموزها عملوه رمز. واللي ما بيوافق على ظلم ونجاسة بينحط بالسجن او بيتصفى بدم بارد. لا وفوقها بتنحط له تهمة. هدول هن الثوار مدعين الحرية والمواطنة ودولة القانون. هدول هن يلي بيطالبوا بوحدة سوريا ووحدة أراضيها بالسيف والإرهاب عدم المدنيين العزل. هدول هن سنة سوريا، حاشا كم شخص بينعدوا على أصابع الإيد الواحدة. للأسف نحن ربينا على جملة الإرهاب لا دين له، بس مو بهال14 سنة، لا بس بهالسنة ونص كل العالم عرف وتأكد انه الإرهاب له دين وكلياتنا بنعرفه.